السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم صينية سمك تحفة بجد، لازم تجربوها بعد الفيديو ده. لو عندكم اي سمك مقلي من امبارح او عينينه في الفريزر فممكن ينفع قوي للوصفة دي. معانا هنا بصلاية صغيرة متقطعة قطع صغيرة، وقرنين فلفل، واحد حامي وواحد بارد متقطعين طرنشات. ومعانا هنا معلقة من التومة، معلقة من السكر، معلقة من الكزبرة، معلقة من الكمون. معايا طماطمايه متقطعة شرايح او طماطميتين، ونص كيلو طماطم متقطع قطع صغيرة. هقول لكم وظيفة دي ووظيفة دي. اول حاجة جبنا الحلة، حطينا فيها شوية صغيرين من الزيت، يعني مش صغيرين قوي، شوية وسط، وحطينا عليهم البصلة. هي بصلاية متوسطة كده مقطعينها قطع صغيرة، وحطينا عليها ملح، يعني نص معلقة صغيرة من الملح. هنا التومة اخدنا نص الكمية اللي معانا، يعني معانا معلقة كبيرة من التوم، اخدنا نصها حطيناها مع البصلة، والنص التاني هقول لكم هنحطها امتى. وهننزل هنا بالكزبرة وبالكمون، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة، يعني كميات كلها متساوية. هنشوحهم كويس قوي مع بعض لحد ما البصلة توصل للون البامبي كده وتدبل. هننزل عليها بالفلفل الحامي الاول بعدين البارد، او يعني الاتنين عادي مع بعض، مش لازم الافتكاسة دي. هننزلهم كلهم مع بعض. تمام. واول ما يعني اول ما الفلفل يدبل هقول لكم هننزل عليه الطماطم على طول. الرومي ما هو بيستحمل. الفلفل الحامي يا جماعه، معلومه ماما قالتها لي دلوقتي، بيستحمل السوى اكتر من الرومي. يعني لو هنعمل اكله فيها الاتنين ممكن ننزل بالحامي بعديها بدقيقتين كده الرومي. دي معلومه من ماما، معلومه مهمه على فكره. هننزل بقى بالطماطم القطع. تمام. هنديهم تقليبتين كده مع بعض، وهننزل بقى دلوقتي عليها بالحبه المتبقيين من التوم، اللي هي نص معلقه التوم التانية اهي. وهنحط معاها السكر. طب هتقولوا لي مثلا السكر هيخليها مسكرة او هيبوظ الطعم؟ لا بالعكس، السكر بيعادل حموضة الطماطم، يعني ولا بيديها طعم مسكر ولا حادق، هو بس بيظبط الحموضة. هنا معانا السمك المقلي من امبارح، يعني احنا اتغدينا بيه واتفضل دول. هنرصصهم في الصينية، هنحطهم فوق طماطم شرايح وفلفل شرايح، ممكن تحطوا بصل، بطاطس، اي حاجة. بعد كده بقى هنحط عليهم، اول ما الطماطم تتسبك هنسقطها عليهم. تمام. هنا الطماطم اهي خلاص يعني اول ما بدأت تتسبك هنحط عليها كوبايتين من المية، ونديها تقليبتين ونسيبها برضو. اول ما تبدأ تغلي بقى نروح مسقطينها على الصينية على طول، بس لازم يغلوا الاول مع المية كمان. وهنا دي السلطة. اللي انتوا عايزينه بقى، عايزين تعملوا سلطة تمام، مش عايزين برضو براحتكم. بس هنا طماطم وخس وخيار وفلفل بس. هنا نزلنا بالتسبيكة دي على الصينية. احنا هنحطها على البوتاجاز تاخد لها بس غلوتين اتنين، بعد كده هنحطها في الشواية في الفرن، علشان يعني هي ايه، يعتبر كل حاجة مستوية، هي بس عايزة تاخد غلوة ياخدوا من نكهات بعض، وتتحط في الفرن تاخد وش من فوق الوش بس. وكده كان الفيديو خلص. الرز ما عملتوش معاكم عشان انتوا عارفين طبعا يعني طريقة الرز. بس كده الفيديو كان خلص. يا ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب.